في 2012 يعني الداخليه فتحت المجال لاحزاب جديده، وشخصيا انتم رفضتوا انكم تجدوا الملف. سمعنا على وجهه النظر تاعك علاش باش حاب تجدد الملف، لكن كاين اللي يقول بلي السي غزالي ما حاب يدخل في السياسه مجددا، يعني سينو كان يجدد الملف يعني بسهوله ويعاود يرجع للنشاط السياسي. شوف الأطروحة هذه فيها خلل وماهيش سبونتاني. لين علاش؟ أنا نذكركم بالواقع. عندك هذا كان عندنا قانون، كان قانون تاع 97 اللي هو منظر عن الدستور، والدستور هو بالذات اللي أسس أو أقضى التعددية وحرية التعبير وحرية الاستقرار، ونزرت عنه قوانين شتى فيما يخص قانون الأحزاب. احنا لما رفعنا الملف نتكلم غير على الجانب القانوني والواقع. رفعنا الملف ودفعناه، يعني وفرنا كل الظروف، بالأكثر من الظروف. حنا نكتب بعد كتاب غير الباب كي مضات الشهرين رحنا كاستوماتور باش نساعد في النشاط. ساعة النشاط دابا ديال الميدان يعني كل الاشياء الماديه اوفري كونت ونترنا سي سا سكي ديفيسيل اكسبليكي او جون. هناك قانون، هناك حكومه بدون ما تكتب اي حاجه، بدون ما تعطي تعليمات يعني شفويه. إلا جاء عثمان بن قدور يطلبكم يفتح النقاش حساب، إذا كان جا شخص طلب له بطاقة التعريف، ولا إذا كان تاجر طلب له بطاقة تسجيل. لكن إذا كانت الجبهة الديمقراطية ولا وفاء طلب لهم الاعتماد، وهذا ما الشيء اللي صار قالوا وراها الاعتماد. أرو أنت من الجيش من الجهة الأخرى تقول له المادة 22 سترة، يقول لك هو بالحق مسكين هو منفذ، يقول لك يعني عارف، ولكن أنا موظف، أنا مانيش حاكم ولا جوج ولا. أعطيني وثيقة تدل على أنك حقيقة في حالة المادة 22. Ils ont donné des instructions à tout le monde, aux locataires, aux propriétaires. Les propriétaires يروحوا جربوا. propriétaire ما يأجرلكش، ما يعطيكش بيت إذا ما تجيبلوش ورقة الاعتماد. سي بور سا داير المقر الرئيسي، المقر تاع الحزب، أنا تلوث في بيتي. أنا 99 في بيتي تاع لا ري دي سات، جا ان ابارتمون. شي سيدي يحيى؟ لا هنايا هنايا خرجوا في الكوخ في المرادية حدا اللي يسيبوا هنا. جيتو سي بور سا دار ولادي تحولت الى مقر حزب، ورحت نسكن عند نسابي. بون مي سكو جو بو فار موا لي شيف دو فيدراسيون دونك ميم بور لي لوكو ونا سي نو ميتي ا ريكروتي. رحنا للولايات باش نطلب رخصه تنظيم مهرجانات. لا ميم شوز دونك لما شفناهم في هذه régulièrement on a fait des déclarations officielles, régulièrement j'ai écrit et j'ai la dernière lettre, je peux vous l'envoyer. La dernière lettre j'ai écrite en 2004 لما اخطأت لي 2004 صار راكم تختارون قانون الدولة. لما يجي رئيس الدولة في إطار ما يعني أو يقول للشعب ولا يقول الولد قبلي يقول اللي النية تاع النظام هي فتح المجال السياسي كما تفضلت. ولهذا هذه نقدر ندير قانون جديد بدون ما تعرف بتحاول تعرف واش كاين في هذا القانون الجديد. سي دونك سي مانوفر. علاش؟ على خاطر يعني نوتينومي
يقول لك انا باغي نفتح المجال السياسي ولهذا غادي ندير قانون جديد. بالنسبه يعني في اطار القانون المجال السياسي فتح قانونا هذه اكثر 23 سنه. النيه تاعك ماهيش في القانون، هي d'ailleurs s'il y avait un conseil constitutionnel, la nouvelle loi elle est illégale. Une loi ne peut pas être appliquée à titre rétroactif, c'est pas possible. alors اذا لما ولد قبليه يقول ردا على سؤال طرح له من طرف صاحب الناس، قال له غزالي ما عطيتولوش الرخصه، قال لهم غزالي ما عطيت له والو حتى ما طلب والو. يسمى اون افاس تو اون افاس اللي فات ما نو اي نو سي با كون افاس اي اون انترين اون ليغاليز ا posteriori une illégalité. Le geste qui consiste à dire dans la loi il faut maintenant pour les nouveaux partis qui refassent la demande. Si vous rentrez dans ça, vous entérinez. Mais ça prouve en même temps que tout ça, كل هذه العبات لعبات. أي معك سي شنو تقول هذه ممارسة النظام، هذه عقد النظام وأنت تعرف خا منا. لكن بما أن المجال راه مفتوح كنت قادر دير ما راهش مفتوح. سيتادير أنت من عندك فرصة باش هذه 20 سنة هو مفتوح. لا أنا حول مفتوح قانونا. لا تحب قانوني. القانون يسمح النظام غلقوا. النظام عقل القانون، خارق القانون. دوك انا ما عندي ما نطلب النظام يكف يديه من عقد القانون فيما يخص على الاقل الوفاء لما يقول ما طلب شيء هذا كذب ضمن يعني ما طلب شيء. ما عندي انا ما طلبتلكش الاعتماد، اخطر الاعتماد عندي. الشيء نطلب عندك انك تكف يديك عن خرق القانون. بالنسبه للحزب ما نخرجوا، انت شكون تحمل مسؤوليه رفض اعتماد حزبكم؟ النظام كاع ولا الشخص في النظام هو بوتفليغ؟ لا شوف انا عارف من جايه لكن ماهيش رسميا، جاي من النظام، جايه من النظام. نظام واسع. لا شوف تشير من النظام ما تجيش من فرنسا. واش هو المهم؟ سي فري يا النظام. واش هو المهم بالنسبه للتحليل ولا بالنسبه لكل ايجاد الحلول؟ تعريف النظام ولا تسميه الاشخاص؟ الاشخاص تزول، لكن النظام باقي ومازال باقي في الفلسفه تاعو. هي مبنيه على 3 أشياء. اولا نحن الوحيدين الذين يعني يمسكون الشرعيه الشعبيه راهي بين يدينا. حنا نعطيو الشرعيه للناس، للمؤسسات السياسيه حنا نعطيوها. اللي يبغي الشرعيه لازم يمر علينا. هذا. ثانيا الشعب، هذا شعب صار له الشعب يمشي بالاوامر، يا اما يقردفوه يا ما نقردفوه. هذه واحده. وثالثا اللامسؤوليه، يعني ناخذ القرار السياسي ولكن من يسأل؟ الآخرين. أنا أعتقد أن في العالم كله ما فيه إلا نظام واحد اللي مبني على هذه الأخطاء الثلاثة. حتى il ne faut pas confondre le pouvoir autoritaire et le pouvoir irresponsable. مثلا نتكلم عن النظام الصيني. النظام الصيني c'est un pouvoir autoritaire, on va dire c'est démocratie, mais irresponsable. Parce que il est autoritaire, mais ceux qui savent c'est qu'ils ont un congrès de 20 000 personnes. Mais le chef, il n'est pas désigné par Kemchet Anas. Le chef, qu'il soit le président ou le patron, il est désigné par un congrès là où il y a un débat démocratique. Un congrès de 30 000 personnes, et il est responsable. احنا وصل عندنا احنا رئيس دولة بعد عدتين بعد 10 سنين يصرح يقولون سي كاسي الني ولكن ما نتامح تحت.
ما نتهم حتى حد. هذه اللامسؤوليه. هذه اللامسؤوليه، هذه يعني فيه كارثه، ولكن أو فيه خلل أو فيه فساد، لكن كما قال المحروقات اذا ما المحروقات وعاك دو تروزان ترجع غلطنا حتى واحد ما يتحمل المسؤوليه. حتى واحد. لا صح، كاين احزاب واحده اخرين، اسمح لي نقاطعك، قبلوا عاود الملفات مثلا لو دي ار تاع عمر بن يوسف طريقه، تشوف باللي ساهموا في شهاده الزور. شوف il n'y a que deux catégories de partis. نسجل. Ah oui, il n'y a que deux partis de catégorie. Il y a les partis qui sont tenus à 100%, qui sont entre les mains du Nidam. Il y a les partis qui sont indépendants du Nidam. C'est-à-dire, مش المخابرات ولا النظام السياسي حقيقي، نقولوا النظام السياسي الحقيقي اللي هو يحرركم يعطيهم اوامر. ما هذا النظام ما يتدخل الا باش يكسر. شي اللي صار يتعمل مثلا فاس قال علاش خاطر ستا بارتي هيستوريك 63 هو من الاحزاب اللي عندهم شخصيتهم، عندهم ولهذا كسروهم. لا سيدي ما كسروهمش، باش كسروه باليديه. دونك الاحزاب يعني اللي هي مستقله، جيت عندها 2 ولا 3 ولا محظوره، وفاء والجبهة الديمقراطية. الأحزاب الأخرى كلها ما هي إلا آليات دي ماشينري، آليات تحركها يوميا، ما نقولش تحركها، ماشي عندها، يحركها النظام